مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده هديكم معلومه مهمه جدا، يمكن ناس كتير ما تعرفهاش او مجموعه يعرفوها ومجموعه لا. بس انا هدي المعلومه دي للجمهور وليس للناس المعنيه بالقرار. ليه؟ ان الجمهور هو اللي يهمه الموضوع ده، اللي هو ايه؟ صدر قرار، او القرار ده اصلا المفروض طالع من بدري، بس هيبدا العمل بيه بشكل اقوى، وهيبدا الرقابه عليه بشكل اكبر. من مين؟ من الهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات. طلعت بيان قريب، والبيان دوت المفروض هيبدا يتعمل بيه خلاص يعني، او تم العمل بيه فعليا. يعني القرار طلع من بدري، يمكن طلع مثلا من 2021، بس ما كانش فيه الاهتمام بيه قوي. ونظرا للموضوع انتشر قوي، وده من ضمن الاسباب رفع اسعار العقارات بشكل مبالغ فيه. اللي هو ايه بقى القرار دوت؟ ويا ريت يا جماعه الفيديو ده يتشير، عشان دي معلومه مهمه جدا للجمهور، او الناس اللي بتشتري وتبيع، او الناس اللي عايزه تشتري تاخد بالها من الحته دي قوي في موضوع البيع والشراء وشغل العقارات. اللي هو ايه؟ اي وسيط عقاري، اي تسويق عقاري، اي واحد مسوق عقاري او سمسار او دعايه واعلان، لو ما ايدش في السجلات الخاصه بالسمسره العقاريه في الهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات، هيتم حبسه وغرامه الاتنين مع بعض. بمعنى ان اي حد هيشتغل المهنه دي الفتره اللي جايه كده فبالفهلوه، اللي هو يبقى معاه تليفونات وينزل بوست على الفيس: انا سمسار، انا ويقعد بقى ياخد قد كده ونسبه قد كده، وما يكونش معاه زي كده. بمعنى اصح بالبلدي، المحامي مثلا، ينفع انا اشتغل محامي وابقى فاتح مكتب وابقى انزل فيديوهات زي ما بنزلها كده، واتكلم مع ناس زي ما بتكلم كده، وانا مش مقيد في رقابه المحامين؟ يبقى انا كده بعمل ايه؟ بنتحل شخصيه المحامي وانا اساسا مش محامي. نفس الكلام بالظبط للسمسار. يعني الفتره اللي جايه اي حد فيكم هيتعامل مع تسويق عقاري او مكتب تسويق عقاري او سمسار، اول حاجه تعملها تقول له: حضرتك مقيد معاك مقيد في السجلات الخاصه بالسمسره العقاريه في الهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات، ولا مش مقيد يا باشا؟ عشان خاطر تعرف انت بتتعامل مع مين، عشان هو يبقى عليه رقابه. يعني الموضوع مش هيبقى سبهلله، مش اي حد فتح له مكتب وحط يافطه سمسار عقارات بقت الدنيا. كل الكلام ده ان شاء الله الفتره الجايه هيتظبط، وده هيودينا لحته مهمه، اللي هو ايه؟ الغلو اللي احنا فيه والهرجله اللي احنا فيها في موضوع التسويق العقاري هتبقى مظبوطه، ومش اي حد هيشتغلها. طبعا دي رساله انا بوجهها للناس: خلي بالكم وانتوا بتتعاملوا مع السماسره، لازم تتاكد ان ده سمسار قانوني ورسمي، مش واحد كده ايه على باب الله عرف له كام شقه في المنطقه عايزه تتباع بيبدا يشتغل عليها. ما تشتغلش معاه، وهم غصب عنهم هيبداوا يتوجهوا. اللي عايز يشتغل في المهنه دي او دي مهنته او عايز يمشي رسمي هيبدا يروح يسجل نفسه، عشان عقوبتها سنه و10000 جنيه لاي حد هيشتغل في المهنه دي ومش هيبقى ماشي رسمي مسجل في الهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات. اللي فين؟ اللي في العاشر من رمضان. يعني سيادتك لو عايز تروح تسجل هتطلع العاشر من رمضان وتقيد نفسك هناك عشان تبقى راجل ماشي مظبوط. ونفس الكلام للجمهور، والجمهور اللي هيحرك الحته دي على فكره. يعني هم مش هيتحركوا الا لما الجمهور هو اللي يعمل ده، الشعب، الناس اللي بتتعامل مع الناس دي. فخلي بالكم يا جماعه، انا قلت اقضي المعلومه. يعني المعلومه بتقول ان الهيئه العامه للرقابه، عشان برضو ايه اجيبها لكم بالظبط، يعني اي سمسار عقاري او اي حد هيشتغل من غير ما يكون مقيد بسجلات السمسره العقاريه يعرض الممارس لتلك الاعمال الى الغرامه والحبس. كلام واضح وقرار طالع رسمي وما فيهوش اي هزار. الكلام ده انا بقول قرار رسمي، مش بقول كلام في الهوا او قرار جايبه، لا ده انا جايب القرار رسمي وجايب الورقه اللي مختومه وطالعه قرار رسمي من الهيئه نفسها. يعني انا معايا القرار ناس، معايا صوره منه، انا معايا صوره من القرار. عشان كده انا اتكلمت في الموضوع ده، عشان عارف الحته دي مهمه قوي، عشان خاطر نحد من جشع السماسره اللي هم مش شغالين تحت قياده او مش شغالين تحت رقابه، اللي هم مقضينها ورافعين اسعار الشقق لدرجه ان اقل شقه دلوقتي عشان تاجرها في اي حته، اللي هي اسوأ حته ممكن تتخيلها في حياتك، بتتكلم في 3000 جنيه. اللي هي الحتت اللي هي الخلصانه اللي انت مش هتعرف تعيش فيها اصلا، بيتكلموا في 3000 جنيه دلوقتي. فتتخيل بقى انت لو عايز تعلى شويه بالمنطقه هتوصل لكام؟
فلازم نحد من القصه دي. نعمل ايه؟ نساعد بقى، احنا كشعب نساعد. يعني لما يطلع قرار زي ده دورنا احنا بقى، الوعي مننا ان احنا ناخد بالنا من القصه دي. ولما يجي سمسار يتكلم معانا او تلاقي شقه في سمسار، حضرتك شغال فين؟ مكانك فين؟ عندك مكتب ولا لا؟ والله لو كل واحد يهتم بالحته دي، السماسره كلهم اللي شغالين كده بالفهلوه وبالجدعنه وقاعدين على القهاوي وقاعدين على النواصي، مش هتلاقيهم. ويا ريت الناس اللي عايزه تبيع شقق لما تيجي تتعامل مع سمسار او مكتب تسويق عقاري تتاكد ان هو بيعمل بشكل قانوني، مش اي حد بواب عماره ولا تلاقي واحد قاعد على قهوه اصل انا سمسار خلاص بقت على سمسار. يعني مش فاهم سمسار بتعمل ايه، يعني ايه وظيفتك؟ شويه مكالمات ويقول لك انا عايز 1% من ثمن الشقه، يعني ولا 2.5%. ده بتاع ايه؟ ده بتاخدهم ليه؟ انت عملت ايه عشان عملت مكالمتين من ده لده كده انت خلاص تاخد فلوس قد كده؟ لا، عايزين يبقى فيها رقابه. احنا بنقولش ما تشتغلش، لا اشتغل وربنا يرزقك، بس نشتغل صح، نشتغل بنظام، مش هيصه هي اي حد بقى سمسار واي حد ايه يخش. وده دورنا احنا بقى. اي حد هيجي عايز يبيع شقه، وطبعا بالاخص الناس عايزه تبيع، طبعا الناس بتلجا للسمسار ليه؟ الشقه مثلا بمليون جنيه يقول له هجيب لك فيها مليون ونص. يا عم لو جبت لي فوق المليون جنيه البيع بتاعك. السمسار بيطمع يروح ضارب السعر، يعني الشقه مليون مثلا وفي منطقه كويسه، تلاقي السمسار وصلها المليون ونص ومليون و2 مليون الا ربع عشان هو ياخد الزياده. وتفاجئ طبعا الدنيا بتبوظ ومحدش لاقي حته يقعد فيها، ولا حد عارف يأجر، ولا حد عارف يعمل اي حاجه. فيعني يا ريت يا جماعه مش كل حاجه نقول الحكومه فين، احنا فين؟ احنا الشعب فين؟ احنا اللي نظبط الدنيا دي. احنا لما نيجي نتعامل مع حد نتاكد من شخصيته، نتاكد من ان هو فعلا شغال. النصب دلوقتي بقى يعني عايز اقول لك كل يوم ايه؟ كل ساعه في حالات نصب، كل ساعه بسبب العقارات. تحياتي ليكم، كان فيديو حبيت اوضحه. خلي بالكم يا جماعه، ويا ريت يا جماعه نشير عشان كله يعرف المعلومه والموضوع يوصل لكل الناس. انا الفيديو ده يهمني يوصل للناس، ما يوصلش لحد تاني. القرار طلع خلاص وقرار رسمي معتمد من الهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات. يا ريت يا جماعه نشير عشان الناس تعرف المعلومه وكله يساعد بعضه. تحياتي ليكم، اشوفكم على خير.